السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اضرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه تطبيق فولي. التطبيق ده مساحته 17 ميجا وحمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق موجود او التطبيق ده تطبيق فرنسي موجود في الاتحاد الاوروبي داخل دولة فرنسا. التطبيق ده تطبيق خاص ب شحن العربيات الكهربائية والتعرف على اقرب محطات، وتقدر ان انت تشحن وتقدر ان انت تدفع من خلال التطبيق، وبيكون ليك رصيد في التطبيق او بيكون حاطط فلوس في التطبيق ان انت تشحن بيها. وان انت لو انت رحت محطة الوقود يعني ومش معاك فلوس، بتقدر انت تشحن من خلال التطبيق ده. تقدر ان انت لو الرصيد اللي معاك على التطبيق خلص، تقدر ان انت تاخد زي سلفة او زي بيكون يعني انت بتعمل لما بتعمل التطبيق ده وبتشغله وبتحط عليه فلوس وبتتعامل بيه وكده، بيكون متأمن او موثوق فيك بسبب ان انت بتكون حاطط البطاقة بتاعتك، بطاقة الهوية بتاعتك او كده، بحيث ان انت لو زنقت او في اي مشكلة حصلت لك تقدر انت تشحن عادي العربية وتدفع الفلوس في اي وقت، لان انت كده كده عميل عندهم ومعروف عنك كل حاجة ومعروف بياناتك ومعروف عنك كل حاجة. فكده كده هما بيبقوا ضامنين ان انت هتقدر تدفع لهم الفلوس اللي هم ليهم عندك. فالغرض من التطبيق ان انت تتعرف على اقرب المحطات شحن العربية الكهربائية، وان انت تدفع من خلال التطبيق بسهولة، وان انت بيكون ليك حساب على التطبيق تقدر تستفيد بيه. ده كده الغرض وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الفرنسية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين ياريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بننوه عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمله لا يكون في تطبيق حاجات مختلفة، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده، انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك وازاي بتلغي الاشتراك. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان في بعض الناس بتخش على القناة وتشوف الفيديوهات وتحمل التطبيق، وبعد ما تحمله تقول لك انت ليه مش قايل كل حاجة على التطبيق؟ ليه في حاجات مش قايلها سواء ايجابية او سلبية؟ ده لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجودة. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزول الفيديو بيوم او يومين او اسبوع او شهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. عشان كده دايما بننوه ان اي حد يلاقي حاجة مختلفة يكتبها، عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني بنزل لها تحديثات مستمرة. ممكن كل يومين كل اسبوع كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من معالم التطبيق كلها. وشكرا، سلام عليكم.